بيكم في مطبخ فيكي. النهارده هنعمل وصفة سهلة وبسيطة وكمان سريعة ولذيذة. هنعمل السمك البوري في الفرن بالخضار في منتهى الجمال بخلطة حلوة كده. هوريها لكم هنعملها ازاي. بس انا دلوقتي هعمل اول خطوة في سمك البوري بتاعنا، وهو ان انا هتبله واسيبه شوية، وبعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه. نجيب الدقة بتاعتنا الجبارة ديت اللي هي عبارة عن ايه. الدقة دي على طول انا تملي بعملها في تتبيلات السمك والمخللات، وساعات بحط منها في حاجات كتيرة. تابعوا قناة فيكا عشان تعرفوا الخلطة الجبارة دي بنحطها في ايه. الخلطة دي عبارة عن توم مدقوق، معاه كزبرة، ومعاه شطة، ومعاه هريسة خضراء وحمراء، معلقة هريسة خضراء ومعلقة هريسة حمراء، وتوم وخل وبابريكا وبهارات سمك وملح وشطة وكمون وكزبرة ناشفة وخل وتوم طبعا. يلا بينا بقى هنتبل بالخلطة الجميلة دي السمك بتاعنا من بره ومن جوه. احنا معانا دلوقتي 4 سمكات بوري، نضفناهم زي ما انتم شايفين زي الفل كده، ونضفناهم وغسلناهم كويس. وهنبتدي ان احنا نتبلهم بالخلطة بتاعتنا الجبارة ديت اللي احنا عملناها. هنتبل من بره ومن جوه عشان السمك بتاعنا يبقى حادق كده ومتبل كله ويبقى طعمه جميل. زي ما انتم شايفين كده تبلنا السمك بتاعنا وبقى شكله في منتهى الجمال كده. نجيب بقى ليمون، نحط كده عليه، نشبعه كده بالليمون. خلصناه كده بالليمون، هنركنه على جنب. والدقه بتاعتنا ديت احنا هنستخدمها، اوعوا تستغنوا عنها، خليها معانا. هنسيبه قيمه ساعه او ساعتين، زي ما تخافوش مش هيتهري مش هيجراله حاجه. بس طبعا هنحطه في التلاجة ويبقى متغطي عشان ما يخليش اي حاجه معاه في التلاجة تلقط من ريحته. فهنشيله في التلاجة، وهنيجي بعد ساعتين اقول لكم هنعمل احلى طاجن سمك بوري في الفرن. مش هتندموا عليه وهتجربوه تملي وهتعملوه تملي. خليكم معايا. دلوقتي بقى هنكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. السمك البوري بتاعنا اللي تبلناه وقعدناه حوالي ساعتين واكتر زي ما تحبوا، ما تهراش ما جرالوش اي حاجه. التتبيله مسكت فيه وقعدت فيه اكتر وهتديله نكهه وطعم احلى. محتاجين بقى بطاطس مقطعينها شرايح بالسمك دوت. محتاجين بصل ناعم. الدقة اللي احنا عملناها اللي تبلنا منها البصل محتاجين معلقة منها. محتاجين طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، فلفل رومي اخضر متقطع مكعبات، فلفل حار وفلفل حار حسب الرغبة زي ما انتوا عايزين. ومحتاجين معلقتين خل كبار، ومحتاجين كمان معلقة سكر، معلقة جنزبيل، ملح. خلي بالنا من الملح عشان السمك بتاعنا متبل. ومحتاجين ورق لورا وكاري وبهارات 7 بهارات او بهارات سمك اللي متوفر عندكم، وبابريكا وكمون ومعلقه سكر. يلا بينا بقى على البوتاجاز اقول لكم هنعمل الخلطه بتاعتنا دي ازاي. بيكم في مطبخ فيكي، طاسه كده على النار وحطينا فيها ماده دهنيه، سمنه، زيت اللي انتوا تفضلوه، مع ال3 بصلات الناعمين بتوعنا. ممكن تكتروا او تقللوا او تزودوا البصل براحتكم، بس احنا هنستخدمه كحشوة فانا مكتراه شوية. لو انتوا عايزين تقللوا براحتكم. بتاعتي كده بقت شفافة، هقوم نازلة بالفلفل الرومي. انا مش عايزة الخلطة دي تستوي قوي لان كده كده هندخلها الفرن. والدقة بتاعتنا هناخد منها جزء نحطه هنا، عايزة اقول لكم على الريحة اللي طلعت دلوقتي. هنكتب الكلام الحلو ده بمعلقتين الخل بتوعنا. بعد ما طفينا البصل والفلفل بتاعنا بالخل هننزل بالتوابل بتاعتنا. معلش اقول لكم هي ايه: كمون، بابريكا، 7 بهارات او بهارات سمك، ملح، كاري، ورق لورا، جنزبيل، سكر. وهنقلب بقى نحمص توابلنا كده. بصوا اللون الجميل. هننزل بقى ايه
بالطماطم بتاعتنا اللي هي متقطعه كيوبس او مكعبات، وهنخلي الكلام الحلو دوت يغلي كده غلوه واحده. الخلطه بتاعتنا غليت كده، مش عايزين اكتر من كده، احنا مش هنسويها هنا، هي لسه هتخش الفرن، فكده خلاص بالنسبه لي حلوه قوي. يلا بينا نطبق البايركس بتاعنا مع بعض. اهلا بيكم في مطبخ فيكي. دلوقتي بقى هنطبق البايركس بتاعنا. عندنا الخلطه اللي احنا عملناها على البوتاجاز، خلطه الخضار بتاعتنا اللي احنا عملناها على البوتاجاز، عندنا السمك البوري اللي متبلينه، عندنا الفلفل الحار، وعندنا البطاطس اللي مقطعينها شرايح، وعندنا معلقه التتبيله او الدقه اللي تبلنا بيها السمك. هناخدها كده، احنا عايزين الخضار بتاعنا كله يبقى متبل، فهنتبل بيها البطاطس بتاعتنا كده علشان تبقى هي كمان شاربه من طعم من طعم الدقه بتاعتنا او التتبيله اللي تبلنا بيها السمك. ممكن احط كمان سنه ملح علشان يبقى حدق البطاطس بتاعي مظبوط، بس مش هحط اكتر من كده عشان انتوا عارفين البطاطس من الحاجات اللي بتحب الملح كتير، عشان ما تبقاش بس محطحضه او عدبه وسط الطاجن بتاعي. وما ننساش برضو ان الطاجن بتاعي انا متبلاه ومظبطه له توابله والملح، وكل ده هيبقى فوق البطاطس. شويه زيت كده من الزيت الجميل بتاعي، وهبتدي ارشرش على السمكه بتاعتي علشان يديها طراوه وقرمشه من بره ويدي لمعان كده. دلوقتي بقى هدخل البايركس بتاعي ده، بصوا الجمال، تهيألي مفيش احلى ولا اجمل من كده. بصوا جماله. هدخله بقى في الفرن، ولما يطلع هقول لكم هنعمل فيه ايه. يلا بينا. اهلا بيكم في مطبخ فيكي. صينيه السمك بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، بصوا جمالها، يعني بتتحدث عن نفسها، مفيش احلى ولا اجمل من كده. عملنا النهارده طاجن البايركس، طاجن البوري في البايركس كده، دخلنا الفرن وحشيناه بخلطه جميله جباره من الخضروات. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. بامانه مش قادره اقول لكم على الريحه ولا على الشكل، في منتهى الجمال. يا ريت تجربوا الوصفه، احب اعرف تعليقاتكم، يا ريت ما تبخلوش عليا بيها. يا رب الفيديو تعجبكم، واذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، فعلوا الجرس، وتابعوني على البيج بتاعتي مطبخ فيكي، وانضموا لجروبي على الفيسبوك، تابعوني على الانستجرام والتيك توك فيكي سكتش. ميرسي لكم.